السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن مشكلة بتقابل أغلب الناس اللي شغالة ريموتلي أو حتى بيستخدم أي أوبن في بي إن كلاينت وبيحاول يكونكت على الريسورسز اللي هو عايزها. طبعا زي ما احنا عارفين المشكلة إن الأوبن في بي إن بروتوكولز معمول لها بان في بعض الأماكن، فأنت لو موجود في مكان من الأماكن دي وعايز تحل المشكلة دي، ده هو عنوان درسنا النهارده. احنا النهارده هنستخدم سوفت وير اسمه اوتلاين، ده من اورجانيزيشن اسمها جيكسو. ممكن تفتحها، هي تبع جوجل يعني، مش حاجه غريبه ولا حاجه. السوفت وير ده بكل بساطه بيبقى عنده اتنين تولز، واحده اسمها اوتلاين مانجر وواحده اوتلاين كلاينت. ايه فكره السوفت وير ده وليه هو اصلا بيحل المشكله؟ هو بكل اختصار لو فتحت انها هاو ات وركس هتلاقيه بيقول لك ان التراديشنال في بي انز او الفي بي انز العاديه خالص بتبقى سهله يحصل لها ديتكشن، وبالتالي سهل يعمل لها بلوك. نفس الفكره حتى لو بيستخدموا بروتوكولز زي اليونيك كريبتوجرافيك سيجنتشرز بيبقى سهل يحصل له ايدنتيفاي وعلى اساسه يعملوا بلوك. زي ما انت شايف في الصوره اللي هم حاطينها دي كده، حاجه كده ماشيه في الهواء، فممكن سهل جدا تمسكها وتعمل لها بلوك او باي ايا كانت الطريقه. هم عندهم بيقولوا احنا بنستخدم بعض البروتوكولز المختلفه، فبالتالي بيبقى الموضوع صعب جدا يحصل له ايدنتيفاي، وبالتالي صعب يحصل له بلوك من خلال اي اورجانيزيشن او جفرمنت. زي ما انت شايف الصوره كده، الفرق واضح، دي حاجه ممكن سهله، دي حاجه معقده. طب هي بتعمل ايه بشكل واقعي؟ كل اللي بتعمله اوتلاين بيبقى عندك انت على جهازك الشخصي الكلاينت سوفت وير اللي احنا هننزله دلوقتي، ويكون في على سيرفر معين بتاعك انت، برضو انت اللي دافع فلوسه وانت اللي عامل له انستول عليه الاوتلاين مانجر او الاوتلاين سيرفر. خلينا نقول اوتلاين سيرفر الاس دي كي بتاعهم يعني. اللي بيحصل ان الكلاينت ده الريسورس اللي طالع من عندك من جهازك الشخصي او الترافيك بتاع جهازك الشخصي من خلال الانترنت، هو بيعمل له انكريبت لكل حاجه موجوده في الترافيك ده، انكريبت للداتا للاي بي للريكوست بي لود لكل حاجه، ويمشيه في تانل معين معمول له انكريبشن لغايه ما يوصل للسيرفر اللي احنا تبع الاوت لاين برضه اللي هو تبعنا. السيرفر يديكود الترافيك ده او ايا كان الهاندل بروسيس بتاعتهم يعني، وبعد كده يطلعك على الانترنت، فانت ما حدش عارف عنك اي حاجه اطلاقا. فبالتالي بيبقى سهل تشغل اي اوبن في بي ان كلاينت او اي بي او ايا كان اللي عايز تعمله يعني. طيب انت بتخش على هنا كده جيت ستارتد، بتنزل اوت لاين مانجر وكلاينت. المانجر متاح للويندوز لينكس ماك او اس، والكلاينت طبعا اكيد متاح لكل الاجهزه حتى مع الموبايل اندرويد واي او اس وكل حاجه. تعالى ننزل مع بعض. احنا هنا الاوت لاين مانجر انا منزله. بيقول لك ان بعض الكلاودز اللي احنا هنسطب عليها السيرفر بتاعنا، احنا قلنا ان عندنا الاول كلاينت اللي هو في جهازي ده انا منزله، هتلاقي عندك انت ايا كان شكله عامل ازاي على حسب جهازك. وده الاوت لاين مانجر، ده الكلاينت وده المانجر اللي من خلاله بسطب السيرفر بتاعي اللي الترافيك بتاعي هيروح عليه وبعد كده يطلعني على الانترنت. فاحنا هو عندنا حاجات بري ديفايند زي الجي سي بي، الاي دبليو اس، الديجيتال اوشن. انا برجح لك على حسب فلوسك يعني. لايت سيل فيها ميزه ان بيدي لك 3 شهور مجانا، وبيدي لك ممكن انستنس ب $5 في الشهر. ديجيتال اوشن ب $6 في الشهر. بس مثلا ديجيتال اوشن انت مش بتعمل اي حاجه بايديك، انت بس بتقول له كريت سيرفر هو بيروح يعمل كل حاجه. اما لايت سيل بنروح احنا على الداشبورد بتاع لايت سيل، هنشوف كل حاجه دلوقتي. بنكرييت انستنس جديده، بنحط فيها الكومنتس بتاعتنا عشان نسطب الاوت لاين سيرفر وباقي التفاصيل. تمام. لو انت مش محتاج الثلاثه دول وعندك كلاود بتاعك انت، ممكن تروح تاخد الكوماند برضو تسطب الموضوع ده مانيوال بايدك، فكل الاوبشنز هنا متاحه. خلينا نبدا نجرب ديجيتال اوشن. انا هقول له كرييت سيرفر، هيقول لي اختار المنطقه اللي انت عايز تنستول فيها السيرفر ده. هقول له مثلا نخش على امستردام، اقرب حاجه مثلا لينا. هقول له سيت اب الاوت لاين. لو انت مش عامل لوج ان على الاكونت بتاعك على ديجيتال اوشن، هو هيحولك الاول تعمل لوج ان عشان يقدر يكونكت على الاكونت بتاعك. زي ما انت شايف انا مديله اوثرايزيشن، فبكل بساطه قدر يسطب السيرفر حاليا. وبعد كده هيبدا يخش انستول دوكر، بعد كده هينستول الاس دي كي سيرفر بتاع اوت لاين. فخلينا نستنى شويه تمام لغايه ما يخلص الانستليشن بروسيس، وبعد كده هيرجع لنا ونشوف هنعمل ايه. كده خلاص هو خلص الانستليشن وفتح لي الداشبورد دي. زي ما انت شايف كده تقدر تشوف الداتا بتاعتك ترانسفيرد في اخر كام يوم، وتقدر تقول الالاونس يوز قد ايه. ممكن تعمل شويه كونفيجريشن حلو، ممكن تقول له هنا تشوف كل تفاصيل وتعمل ليميت للداتا وكل حاجه. في ميزه كمان ان انا ممكن على سيرفر واحد اقدر اطلع كذا كي واستخدمه انا واصحابي. مثلا السيرفر ده مثلا ب $6 في الشهر، ممكن احنا 6 نستخدمه، كل واحد يدفع $1 في الشهر، مفيش مشكله خالص. المهم احنا خلصنا كده. هفتح بقى الاوبن في بي ان كلاينت، لو عندنا اي كي ممكن احذفه، هعمل شير لكده، هيديني اكسس كي، هاخد الاكسس كي تمام، وهروح احطه في الاوتلاين كلاينت، اقول له اد سيرفر. لو هو ما عملش ديتكت اوتوماتيك هتحط له انت الكي اللي عملت له كوبي وتقول له اد سيرفر. لو خدت بالك هتلاقي نفس الاي بي اللي هو اخره 39 64 39. تعال الاول قبل ما
نفتح نشوف بس الاي بي بتاعنا في الطريقه العاديه خالص، طالع من كايرو ايجيبت، وفودافون ايجيبت هو الاي اس بي بتاعنا. حاليا هعمل كونكت من الكلاينت، عمل كونكت خلاص. لو عملت دلوقتي ريفريش خلاص وصلنا لامستردام هولندا وطلع من ديجيتال اوشن. كل اللي حصل ان انا الاوت لاين كلاينت اللي عندي ده خد الترافيك بتاعي وهو طالع، مشاه في تانل كده، معمول له انكريبشن، وصل لامستردام في السيرفر اللي انا عامل له انستول. بعد كده السيرفر عامل هاندلنج للترافيك ده، وراح بقى كده راح مطلعنا على الانترنت بكل بساطه. فانا مفيش حد شايف انا طالع منين، ولا حد عارف انا رايح فين ولا جاي منين. كل حاجه معمول لها انكريبشن، فسهل اقدر اطبق من في بين. لو شغلت حتى الفي بين كلاينت بتاعي ده المفروض يشتغل دلوقتي يعني. تمام، هو كده يشتغل خلاص. قبل ما بعمل الحركه دي ما بيشتغلش، هو بيقول لك ان الاوبن في بين بلوكد بكل بساطه. تعال نجرب الطريقه الثانيه بتاعه اللايت سيل. خلينا نروح على الانستنسز هنا، تعال نحذف القديم ده مش محتاجينه في حاجه، وتعال نروح على الاوت لاين مانجر برضو، تعال نحذف بتاع الديجيتال اوشن مش محتاجينه في حاجه برضو. تمام، تعال نقول له دلوقتي انا عايز لايت سيل، هيقول لي خد الكوماند ده تمام ووديه حطه في لايت سيل انستنس. طيب انا محتاج اكريت الاول انستنس، تعال نكريته. تمام، انا ممكن اغير الريجن هنا لو انا عايز، اختار ايرلندا، اختار فرانكفورت، خلينا في فرانكفورت دلوقتي. مش محتاجين اي ابس، محتاجين اوبريتنج سيستم بس. هاخد اوبونتو لتست فيرجن، هنزل تحت كده، خلينا في البدايه بتاعت $5 في الشهر. وطبعا زي ما قلت لك بيدي لك 3 شهور مجانا، وده الميزه بينه وبين ديجيتال اوشن. بعد كده تعال نسميه اي حاجه، مثلا تيست في بي ان، ونعمل كرييت انستنس. هياخد له دقيقه ولا دقيقتين لغايه ما يكونفيجر كل حاجه داخل السيرفر بتاعنا. تعال نعمل ريفريش عشان يسمع على طول. في خطوه مهمه نعملها قبل ما نخش على السيرفر. خلينا الاول اخش على الانستنس ده، بروح اضيف رول عشان اسبورت البروتوكولز بتاعت اوتلاين، بستخدم يو دي بي وتي سي بي. فبروح على النتوركينج اقول له اد رول جديده خليها اول بروتوكولز، استخدم التي سي بي واليو دي بي كرييت. المفروض هو هيحذف بقى كل الرولز دي، عملنا اول بروتوكولز. طيب انا كده خلصت، هروح الكونكت تاني، هقول له كونكت اس اتش. لو عايز تكونكت من التيرمينال بتاعك ماشي، عايز تكونكت هنا من البراوزر مفيش مشكله. تعالى في الاوتلاين مانجر ناخد الكوماند اللي هو قال لنا عليه، تعالى نحط الكوماند هنا. هيقول لي انستول الدوكر واكمل، اقول له تمام. هيبدا ياخد له كام دقيقه كده يسطب الدوكر، يسطب الاس دي كي بتاعهم، يخلص الكونفيجريشن. في الاخر هيطلع لك كي، هنحطه هنا كده زي ما ده بيقول لك هنا بيست يور انستوليشن اوتبوت هير، هيطلع لك اوتبوت بالشكل ده بنفس الفورمات. هنحطه هنا، خلينا ننتظر كده كام دقيقه لغايه ما يخلص. خلاص كده هو خلص وطلع لي الاي بي اي يو ار ال او الاوتبوت اللي احنا عايزينه. اعمل له كوبي، هروح على الاوتلاين مانجر انزله، اتاكد بس مفيش سبيسز في الاول ولا في الاخر. هقول له دن، هيبدا يشوف الدنيا تمام ولا لا. قال لي تمام وطلع الكي. خلاص تعالى بقى نحذف نطلع من السيرفر ده مش محتاجينه. هقول له ادي كي جديد هنسميه مثلا اي دبليو اس، طبعا مش شرط انا بقول لك بس يعني كمثال يعني. تمام، ممكن تضيف كي جديد تاني وتاخده تبعته لاي حد يشارك معاك في نفس السيرفر نفس الفكره. هعمل كوبي للاكسس كي، هروح على الكلاينت طبعا ده القديم، نعمل له فورجيت، هنضيف واحد جديد. تمام، اد سيرفر. حاليا بقى ماشي على ال 104 16 104 اللي هو 16 104. بنفس الفكره هنا قبل ما كونكت انا كنت امستردام لما كنت ديجيتال اوشن. تعال ريفريش، رجعنا تاني فودافون ايجيبت. هبدا اعمل كونكت من خلال هنا. المفروض بقى دلوقتي لما اعمل ريفريش يقول لي انا بقيت هنا المفروض فرانكفورت وطالع من اي دبليو اس. تعال نعمل ريفريش، تمام فرانكفورت جيرماني امازون دوت كوم. فانا كده اوريدي فعليا زي ما قلت لك اللي حصل. حاليا انا طلعت من عندي من الجهاز، رحت في انكريبتد تانل، وصلني على فرانكفورت، خلص الدنيا بالهاندلنج بتاعه وطلعني على الانترنت واقدر اوصل بكل سهوله. لو عملت برضه كونكت على اوبن في بين كلاينت هتلاقيه شغال زي الفل. ممكن تستخدم فيسكو سايتي او تستخدم تانل بليك او تستخدم اوبن في بين كلاينت نفسه ذات نفسه اللي هو الابلكيشن بتاعهم، مفيش مشكله خالص. ده بكل اختصار. ممكن تطلع كي جديد زي ما قلت لك، ده مفيش اي كونفيجريشن اكتر من كده. الموضوع بسيط وسهل، طبعا هو مش فري بس زي ما قلت لك ليها حلول. لو انت زي ما قلت لك عندك مشكله في الفيزا ممكن تروح تسطب كاستم هنا وتاخد الكوماند وتروح على اي لوكال بروفايدر عندك تسطبه عنده وتستخدمه. فالموضوع كويس جدا جدا وسهل جدا انك تعمله، مش بياخد زي ما انت شايف كام دقيقه. نكون خلصنا كل حاجه واقدر اشتغل واكمل شغلي من غير اي مشاكل. بس كده، لو في اسئله ولا حاجه بخصوص اوتلاين او بخصوص نفس الموضوع ده اكتبوها وانا ارد عليكم ان شاء الله. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.